السلام عليكم طلاب جريد 7. النهارده ان شاء الله هنحل cumulative test 8 till lesson 5 unit 2 تحت عنوان dividing algebraic expressions. السؤال الأول: if a equals 7x plus 35 over x plus 5 then what is the value of a؟ طبعا الفيرست ترم ده binomial والسكند ترم ده binomial، يعني محتاجين نعمل long division لأن النيوميريتور والدينومينيتور مكونين من 2 terms. فهعمل long division كده، هكتب في الديفيدند 7x plus 35 ومكان الديفايزر هكتب x plus 5 ونبدأ نعمل الستبس بتاعتنا. هنروح في جنب كده ونكتب draft. الستبس مكونة من divided by multiply subtract drop down وبنقول عليها traffic light. دايما بنبدأ بالفيرست تيرم divided by الفيرست تيرم. بنروح في الدرافت هنا كده عشان ما نتلخبطش. الفيرست تيرم اللي هو 7x divided by الفيرست تيرم اللي هو الاكس. الاكس هتتكنسل مع الاكس هيتبقى لي 7، يبقى هكتب في النيوميريتور هنا 7 وهبدأ اعمل لها distribution بالتايمز كده على الاكس وال5. 7 تايمز x اللي هي 7x، 7 تايمز 5 اللي هي positive 35. الخطوه اللي بعدها اللي هي السبتراكت، وفي الخطوه دي ما ننساش نغير الساينز، البوزيتيف يبقى بالنيجاتيف والبوزيتيف يبقى بالنيجاتيف. هنلاقي ان التو تيرمز اصلا بيكنسلوا مع بعض، فبالتالي الانسر بتاعتي هتكون letter C 7. نروح للسؤال الثاني. if cube root a equals negative 2 then what is the value of a؟ تتحل منتلي عادي جدا. ايه الحاجه اللي الكيوب روت بتاعها بنيجاتيف 2؟ سهله جدا، اكيد النيجاتيف 8. اللي عايز يحلها بالستبس ممكن نعمل ال 2 terms دول raised to the power 3 علشان الكيوب روت يتكنسل مع الباور 3 يتبقى لي ال a، والنيجاتيف 2 باور 3 اللي هي بنيجاتيف 8 تبقى الإجابة برضه بنيجاتيف 8. نروح للسؤال الثالث. if the quotient of x power 2 minus 5x plus 6 divided by x minus 2 is x minus a what is the value of a؟ معنى الكلام ده ان الاكسبريشن الكبير لما جينا نعمله divided by الاكس minus 2 الاجابه طلعت x minus a، فبالتالي لو انا عملت تايمز للتو اكسبريشنز دول هيديني الكوشنت كله اللي هو x power 2 minus 5x plus 6. اسهل طريقه لحل السؤال ده ان احنا نشوف الانون فين، الحاجه المجهوله اللي مش عارفينها اللي هي ال a اللي هي اللاست تيرم في البراكت ده. طب ما احنا عارفين ان اللاست تيرم لو عملناه تايمز اللاست تيرم هيدينا اللاست تيرم في الاكسبريشن الكبير. اللاست تايمز اللاست هيدينا اللاست. طب نيجاتيف 2 تايمز a يدينا بوزيتيف 6، الاجابه نيجاتيف 3 علشان نيجاتيف تايمز نيجاتيف تبقى بوزيتيف و2 تايمز 3 which is 6، يبقى ال a المفروض بتيكوالز بوزيتيف 3. في ناس تانية بتحل السؤال ده بطريقة اللونج ديفيجن، مفيش مشكلة ولكن هتاخد وقت أطول والطريقة الأولى أسهل. يعني بياخدوا الإكسبريشن الكبير ويقوموا عاملينه divided by الإكس minus 2، وطبعا الإكس أوريدي مكتوبة هنا، هيحاولوا بس يجيبوا النيجاتيف 3 من هنا وتبقى هي الأنسر، ولكن الطريقة الأولى شايف إن هي أسهل بكتير وأوفر في الوقت. نروح للسؤال الرابع. هنا اللي هنحتاج نحل باللونج ديفيجن لانه مش مديني البراكت التاني، فهنعمل طبعا لونج ديفيجن كده. الديفيدند اللي هو x باور 2 minus 10x plus 25 ينكتب هنا، الديفايزر هينكتب x minus 5 هنا، وما ننساش الدرافت والستبس بتاعتنا. الستبس اللي هي divided by multiply subtract drop down وبنقول عليها الترافيك لايت. بنبدأ بالفيرست تيرم divided by الفيرست term وبنكتبها في الدرافت هنا عشان ما نتلخبطش، x باور 2 divided by x اللي هي بx، يبقى هكتب الاكس فوق هنا واعمل لها تايمز x تايمز x اللي هي بx باور 2 لازم تبقى شبه الفيرست تيرم علشان تنكنسل معاها في الخطوه الجايه، وx تايمز نيجاتيف 5 بنيجاتيف 5x عادي لو السكند تيرم مختلف، بس لازم الفيرست تيرم يكون شبه الفيرست تيرم. الخطوه اللي عليها الدور اللي هي السبتراكت، البوزيتيف يبقى نيجاتيف والنيجاتيف يبقى بوزيتيف، هنكنسل الاول مع الاول وفي كل المسائل لازم يكنسل. السكند تيرم بنيجاتيف 10x خسران 10 وكسبان 5، يعني ستيل خسران 5x. الخطوه الثالثه ان احنا نعمل دروب داون لل 25، هتنزل زي ما هي بوزيتيف 25. نعيد الستبس من اول وجديد، ناخد اول تيرم divided by اول تيرم نيجاتيف 5x divided by x، الاكس هتتكنسل مع الاكس يتبقى لي النيجاتيف 5، يبقى هكتب فوق هنا كده نيجاتيف 5 واعمل لها ديستريبيوشن على الاكس والنيجاتيف 5. نيجاتيف 5 تايمز اكس نيجاتيف 5x ولازم تكون شبه الفيرست تيرم. نيجاتيف 5 تايمز نيجاتيف 5 اللي هي بوزيتيف 25. طبعا لما نيجي نغير الساينز البوزيتيف يبقى نيجاتيف والنيجاتيف يبقى بوزيتيف، هنلاقي ان كل الاكسبريشن ده بيتكنسل مع الاكسبريشن ده، ما عادش باقي غير 0 0، يبقى الانسر x minus 5 اللي هي اللتر B. السؤال الخامس.
Which of the following is equivalent to the inequality negative x greater than negative 1؟ الحل باختصار، طالما coefficient الاكس في الانيكواليتي بالنيجاتيف يبقى لازم نغير الانيكواليتي، بدل ما هي greater than هتبقى smaller than. كأننا عملنا divided by negative 1 هنا و divided by negative 1 هنا، فالنيجاتيف هيتكنسل مع النيجاتيف، أو ودينا النيجاتيف 1 اللي هنا الناحية التانية بالديفايد، فبقت كأنها نيجاتيف 1 ديفايدد باي نيجاتيف 1، ما عادش باقي غير الاكس على الليفت هاند سايد. الانيكواليتي لازم تتغير، بدل ما هي greater than تبقى less than. نيجاتيف 1 divided by نيجاتيف 1 اللي هي positive 1، يبقى الإجابة letter B. بمعنى آخر النيجاتيف x greater than نيجاتيف 1 ده كده كأنه نيجاتيف 1 multiplied by x، يعني بالمالتبلاي، فلما بنوديه الناحية التانية بيروح بعكس الساين يبقى بالديفايدد باي، يعني النيجاتيف 1 اللي هنا كأنها ديفايدد باي النيجاتيف 1 اللي وديناه الناحية التانية كان بالتايمز وراح بالديفايد. الانيكواليتي بدل ما هي greater than لازم تتحول لليس than، فالنيجاتيف 1 هيتكنسل مع النيجاتيف 1 كأنها بالديفايد يعني، فالاكس تبقى less than 1 هي الإجابة. نروح للسؤال الثاني. Find the quotient of. واضح هنا من الاكسبريشن ده انه مش مترتب، يبقى لازما اول حاجه نتاكد منها الترتيب. الواي باور 2 تيجي الاول، بعديها الواي باور 1، بعديها الابسوليوت تيرم اللي ما فيهوش وايات خالص، يبقى ال 2 واي باور 2 هي الاول، بعد كده الماينس 5 واي، بعد كده البلس 2. هنعمل لونج ديفيجن هنا كده، نعيد كتابه الاكسبريشن ال 2 واي باور 2 ماينس 5 واي بلس 2 هنا، والواي ماينس 2 هنا. ناخد بالنا من حاجه، لو كان الواي باور 1 مش موجوده بسيب مكانها فاضي، لازم نحافظ على الترتيب. هنروح نعمل درافت، نكتب الستبس بتاعتنا divided by multiply subtract drop down واللي بنقول عليها traffic light. هنبدأ بالفيرست تيرم divided by الفيرست تيرم 2y باور 2 divided by y، هنكنسل y مع y واحدة من اللي فوق يتبقى لي 2y، يبقى هكتب فوق هنا في الكوشنت 2y واعمل لها distribution على y minus 2 بالتايمز. 2y times y اللي هي 2y باور 2، 2y times negative 2y اللي هي بنيجاتيف 4y. الخطوة اللي بعد كده ان احنا نعمل ماينس، البوزيتيف يبقى نيجاتيف والنيجاتيف يبقى بوزيتيف، لازم الفيرست تيرم يتكنسل مع الفيرست تيرم. خسران 5y وكسبان 4y يعني ستيل خسران 1y. drop down 2 as it is، positive 2 تنزل زي ما هي. نعيد الستبس من اول وجديد، الفيرست تيرم اللي هو النيجاتيف y divided by الفيرست تيرم اللي هو الواي، نيجاتيف y divided by y، الواي هتتكنسل مع الواي يتبقى لي نيجاتيف 1، يبقى في الكوشنت هكتب نيجاتيف 1 ونعمل له distribution. نيجاتيف 1 times y اللي هي بنيجاتيف y، نيجاتيف 1 times نيجاتيف 2 اللي هي بوزيتيف 2. لما نيجي نعمل ماينس النيجاتيف هيبقى بوزيتيف والبوزيتيف هيبقى نيجاتيف، فهنكنسل الاكسبريشن ده مع الاكسبريشن ده، فالانسر تبقى 0 0. يبقى الكوشنت اللي بيسألني عنه هيكون 2y minus 1، وبكده نكون خلصنا المطلوب. نروح للسؤال الثالث. Find the value of b that makes the expression 2x power 2 minus 7x plus b حاجة unknown هنا اهي في الاكسبريشن divisible by 2x minus 3. هنحلها عادي جدا بطريقة اللونج ديفيجن، نتأكد بس ان المسألة مترتبة من الباور الكبير للباور الصغير، بعد كده نكتب لونج ديفيجن ونحل عادي جدا. 2x power 2 minus 7x plus b، كل ده divided by 2x minus 3. هنروح نعمل درافت، نكتب الستبس divided by multiply subtract drop down اللي هي الترافيك لايت بتاعتنا. هنبدأ بالفيرست تيرم divided by الفيرست تيرم اللي هي ال 2x باور 2 divided by 2x. ال 2 هتتكنسل مع ال 2 والx هتتكنسل مع x واحدة من اللي فوق يتبقى لي x. نكتب ال x في الكوشنت هنا ونعمل لها distribution، x times 2x 2x باور 2، ولازم تكون شبه الفيرست تيرم علشان هتتكنسل معاها في الخطوه الجايه، والاكس تايمز النيجاتيف 3 بنيجاتيف 3x. الخطوه الثالثه ان احنا هنعمل ماينس، البلس هيبقى بالنيجاتيف والنيجاتيف هيبقى بالبوزيتيف، لازم الفيرست يتكنسل مع الفيرست. خسران 7x وكسبان 3x يعني ستيل خسران 4x. الخطوه اللي بعد كده اللي هي الدروب داون، هننزل البوزيتيف b زي ما هي. هنعيد الستبس من اول وجديد، النيجاتيف 4x divided by ال 2x، الفيرست تيرم divided by الفيرست تيرم. هنلاقي ان الاكس بيتكنسل مع الاكس، والنيجاتيف 4 divided by 2 اللي هي نيجاتيف 2، يبقى هكتب فوق هنا نيجاتيف 2 واعمل لها distribution على ال 2x minus 3. نيجاتيف 2 times 2x بنيجاتيف 4x، نيجاتيف 2 times نيجاتيف 3 نيجاتيف باي نيجاتيف ببوزيتيف، و2 times 3 ب 6. الخطوه اللي عليها الدور ان احنا هنعمل ماينس، النيجاتيف يبقى بوزيتيف والبوزيتيف يبقى نيجاتيف،
ولازم الفيرست تيرم يتكنسل مع الفيرست تيرم، والبي ماينس 6 لازم تي ايكوالز 0. هنكتبها كانها ايكويشن جديده كده، البي ماينس عشان الساين الجديده بالماينس ماينس 6 بتيكوالز 0. هنودي ال 6 الناحيه الثانيه بالبلس، فالبي هتيكوالز بوزيتيف 6. يبقى الفاليو اوف بي هي البوزيتيف 6، وممكن تنحل منتلي عن طريق البي ماينس 6 بي ايكوالز 0. ايه الرقم اللي لما اخد منه 6 يدينا 0؟ اكيد ال 6، عشان يبقى 6 minus 6 بي equals 0. نروح للسؤال الرابع. Write the result of each of the following scientific notation. بالcommutative property يا شباب نفتكرها كده سوا. لو عندي A times B times C times D، من البروبرتيز اللي عندي ان انا ممكن ابدل ال B مع ال C والعكس صحيح، فهتبقى كأنها A times C times B times D. وفي الاديشن نفس الكلام، A plus B plus C plus D. ممكن ابدل ال C وال D مع بعض، فهتبقى كأنها A plus C plus B plus D. الكلام ده بيكون في البلس وبيكون في التايمز، ان احنا نبدل الاماكن. احنا فوق برضو نفس الكلام، ممكن نبدل ال 10 باور 7 مع ال 4، بحيث ان البراكت ده كله يكون tens والبراكت ده كله يكون numbers. يلا نبدل ال 10 باور 7 مع ال 4. البراكت الجديد بقى 2.7 times 4، والبراكت التاني هيكون 10 باور 7 times 10 باور 5. لما نيجي نجرب على الكالكوليتر هتطلع 2.7 times 4 ب 10.8، وال 10 باور 7 times ال 10 باور 5 هنسيب ال 10 مرة واحدة ونجمع ال 7 مع ال 5، ألا وهي 10 باور 12. نفتكر الرول اللي كانت عندنا، الديسمال بوينت لو بحركها للرايت الباور هيكون بالنيجاتيف، ولو بحرك الديسمال بوينت للليفت الباور هيكون بالبوزيتيف. هنا الديسمال بوينت عشان احركها للليفت 1 ديجيت وتكون في الستاندرد فورم هتحرك للليفت، يبقى الباور هيكون بالبوزيتيف. اتحركت خطوة واحدة يبقى كأني بزود على 12 دي 1، فالإجابة هتكون 1.08 times 10 باور 12 plus 1 اللي هي 13، وده يكون الشكل النهائي. نروح للسؤال الرابع والأخير. Write the result of each of the following. هنا مش هينفع نبدل ال 10 باور 5 مع 3.2. السبب هو النيجاتيف، ما ينفعش نبدل وفي نيجاتيف. كمان هو عامل تايمز هنا في البراكت الاول وتايمز في البراكت الثاني، يعني ساينز مختلفه كلها. في المسائل اللي زي دي محتاجين ناخد كومن فاكتور. ال 10 باور 5 دي ممكن نخليها شبه ال 10 باور 4، لان ال 10 باور 5 عباره عن 10 باور 4 انضربت في 10 باور 1. الكومن فاكتور هنا هيكون ال 10 باور 4 من الفيرست براكت وال 10 باور 4 من السكند براكت. يبقى هناخد ال 10 باور 4 as a common factor من ال 2 brackets، وافتح براكت كده. انا خلاص هاخد ال 10 باور 4 من هنا as a common factor، يتبقى لي 6.8 times 10 اللي هي بكام؟ 6.8 times 10 ب 68، وال 10 باور 4 خلاص احنا واخدينها common factor. النيجاتيف هتنزل زي ما هي. 10 باور 4 لما ناخدها common factor ما عادش باقي غير ال 3.2. 68 minus 3.2 which equals 64.8، وال 10 باور 4 زي ما هي بالتايمز بس بدلت مكانها. اعيد بسرعة اللي احنا عملناه. انا اخدت common factor من الفيرست براكت والسكند براكت اللي هو 10 باور 4. لما اخد من الفيرست براكت 10 باور 4 هيتبقى لي 10، هعملها تايمز ال 6.8 تبقى 68. ولما اخد من السكند براكت 10 باور 4 as a common factor هيتبقى لي 3.2، فكتبناها بالشكل ده 10 باور 4 as a common factor، واتبقى لي 6.8 من الفيرست براكت الماينس زي ما هي، و 3.2 من السكند براكت هي اللي باقيه. حسبنا ال 68 minus 3.2 على الآلة الحاسبة طلعت معايا ب 64.8، وال 10 باور 4 زي ما هي. نعيد الرول تاني. لو عندي ديسمال بوينت بحركها للرايت الباور هيكون بالنيجاتيف، ولو بحرك الديسمال بوينت للليفت الباور هيكون بالبوزيتيف. هنا الديسمال بوينت محتاجين نحركها للليفت 1 ديجيت، يبقى الباور كده هيكون بالبوزيتيف. اتحركنا ديجيت واحد يعني هزود على الباور اللي موجود عندي 1، فالانسر هتكون 6.48 times 10 باور 4 plus 1 اللي هي 5. وبكده نكون خلصنا الفاينل انسر. كوميوليتيف تيست جميل ومليان افكار كتير ممتازه. اتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس، وتابعوا القناه هتلاقوا البلاي ليست الخاصه بالترم، وهيكون محلول عليها كل الكوميوليتيف تيست وكل الاختبارات المهمه ان شاء الله. ويا ريت يا شباب قبل ما تشوفوا الفيديو تكونوا انتوا حليتوا بنفسكم الاول وبعد كده تصححوا من الفيديو، لان الفايده هتكون اكتر وهتستفاد اكتر لما انت تجرب بنفسك وتحل بنفسك. حتى لو في غلط مفيش مشكله، كده كده هتصححه مع الفيديو بعد ما تخلص، وهتتعلم من اخطائك ومش هتغلطها تاني. انتظروا كوميوليتيف تيست 9 ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.